السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم. هذه الفيديو القصيرة جدا ونحن في الساعات الأخيرة من رمضان الأبرك المعظم. كنت في طريقي من الدار البيضاء إلى مدينة طنجة، والحقيقة أنني لم أنم في الليلة الماضية. كنت مدعوا عند بعض الأحبة، لم أنم نهائيا وغلبني النوم في الطريق. يعني قاومت هذا النوم أشد ما تكون المقاومة، وخرجت في بعض الأحيان إلى محطة الاستراحة من أجل أن أخذ شيئا من النوم نهائي. قررت إذن أن ألتحق بأهلي في مدينة طنجة. عندي بنت متزوجة في ألمانيا تنتظرني بالإفطار، فقاومت ولكن غلبني النوم، وأنا بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. غلبني النوم وإذا بي أسمع صوتا رهيبا، قوة، صدمة قوية مع الحواجز الحديدية بجانب طريق السيار. فأفقت وكان لعطى الله عطاء، لكني الحمد لله خرجت بخير بسلام. لم أصب بأي أذى. السيارة تضررت شيئا ما، سأريكم الآثار هذه الصدمة، والحمد لله ربنا سلم. إذن هنا كانت ضربة، حتى العجلة هذه من هنا. إذن هذه هي نقولوا احنا الخسائر. الباب أيضا تضررت قليلا لكن تغلق، لكن الحمد لله كما كيقولوا ما تجيش غير في الراس. فأنا أحببت أن أسجل هذه الفيديو لأطمئن أحبتي وأقاربي وأبنائي وبناتي والمتابعين الأعزاء داخل الوطن وخارج الوطن. الحمد لله ليس هناك ما يقلق، وهذا من فضل الله عز وجل. وأعيدكم مبارك سعيد، وتقبل الله مني ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يلطف بالجميع، أن يلطف بجميع المسلمين في شرق الأرض وغربها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.